السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بتتابعوني. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة الحلو للحلوين، وصفة الكيك اللي هو المسكوتشو تاع الأفراح بطريقة سهلة ومبسطة جدا. راح نخلي لكم طبعا المقادير على الشاشة ونروح مباشرة لطريقة التحضير. أول حاجة راح نجيب الخلاط، راح نحط 3 حبات بيض وكوباية سكر تقريبا 120 جرام سكر. عندي معلقة صغيرة تاع برش الليمون، ضروري نحطوا برش الليمون عشان يعطينا نكهة كتير حلوة للكيك هذا للمسكوتشو، لأنه هالحين صاروا يحطوه كتير بكميات في الأفراح، طبعًا صاروا يقدموه على طاولة الأفراح مع القهوة والحليب. حطيت طبعًا شوية فانيلا، حطيت كوباية حليب ونص كوباية زيت، ضفت هذه المكونات السوائل كلها مع بعض، طبعًا خلطتهم شوي. راح نضيف كمان المواد الجافة، عندي كوبايتين ونص طحين ومعلقتين نشا، معلقتين نشا يكونوا كبار مليانين على كوبايتين ونص طحين ومعلقتين نشا. راح نضيف 2 بيكنج باودر تقريبا 20 جرام، كل علبة فيها 10 جرام، 20 جرام. راح نضيف كل المواد الناشفة وننخلها مليح طبعا في المنخل، ونضيف على هذيك السوائل تاعت الكيك. راح نطلع هذيك الأخرى مليح كله، طبعا الطحين نضيف بس لازم ننخله عشان يعطينا هيك خفية في الكيك. الحين راح نحط طبعا راح ننزل المشبك وراح نضربها بس إشي بسيط، ما نضربهاش كتير على أساس العجنة ما تنزلش معنا، لأنه هاي الوصفة طلبتها مني وحدة بدها تعمل مشروع، بدها تعمل الكيك للأفراح طبعا. نقول لها طبعا ربنا يوفقك إن شاء الله. هذه طريقة سهلة كتير وبسيطة وإن شاء الله الكل بينجح فيها وربنا يرزق الجميع. الحين هذا هو القوام الكيكة، هذه ما تكونش ناشفة كتير وما تكونش سائلة كتير. طبعا أنا عندي المول هذا تبع المسكوتشو، هذا المول الوسط اللي بيعملوه في الأفراح. طبعا أنا دهنته بالزبدة ورشيته بطحين، جهزته، فتحت الفرن يسخن على 180، حطيته على الرف اللي فوق. ضروري الفرن اللي ننتبه له، لازم نحطها على الرف اللي فوق على أساس تستوي على مهلها، وبتيجي لونها أحمر وذهبي هيك حلوة كتير. من بعد ما خليتها تقريبا 40 دقيقة، شوفوا ما شاء الله هذاك اللون وهذاك المسكوتشو كيف انتفخ، وأجا هيك ما نزلش معي، ظلوا نفس الحاجة. أنا طبعا عملت 3، في عندي طلبية تاعت وحدة عملت لها إياهم، فزينتهم كل واحدة زينتها شكل. راح أوري لكم تزيين بسيط طبعا، هي المهم يعني الكيكة الطريقة والتزيين اختياري، كل واحدة كيف بتحب تزين. أنا كان في عندي شوكولاتة في الدار، زينتها بشوكولاتة، حطيت لها لوز إيفيلي مع شوية ورود. طبعا التانية دهنتها بمربى، مربى مشمش، أي نوع مربى يكون عندك، بس المشمش بيكون أفضل على أساس يعطيها شوية حداقة من فوق وبتيجي زاكية كتير. كان عندي طبعا فستق في التلاجة، رحت حمصته مليح، حمرته طبعا، طحنته هيك هرمشته وزينته بشوية هيك ورود من فوق. طبعا واحدة زينتها بالشوكولاتة واللوز الإيفيلي طبعا الموجود عندك، والتانية بالفستق وشوية ورود، والتالتة نفس الحاجة كمان حطيت لها شوية فستق كمان على شوية مربى، وحطيت لها اللي هو الكرز الأحمر. يعني التزيين بسيط. طبعا هاي الكيكة عملت كل واحدة 3 بيضات، يعني هدول كلهم 9 حبات بيض، كل واحدة أخدت معي كوب سكر و3 حبات بيض على كوب حليب على نص كوباية زيت. ما شاء الله عملت لنا هاي المسكوتشوات ما شاء الله كبار، طلعوا بيجننوا. طبعا أنا قلت لكم عشان عملتهم طلبية مش راح أقدر أفتح لكم إياهم، بس والله اللي أخدتهم قالت لي كتير كتير زاكي. نتمنى يعني هالوصفات تجربوها وتنجحوا فيها، أكيد اللي جربوا وصفاتي نجحوا فيهم، ونظني نقول لهم ربي يوفقكم. وهذه السيدة اللي طلبتهم وحبت تدير مشروع إن شاء الله ربي يوفقها، عطيتها وصفة سهلة كتير ومبسطة ما فيش فيها يعني حاجات كتيرة من الموجود في البيت. إن شاء الله ربي يوفقها. نقول لكم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم على التعليقات الحلوة اللي مثلكم اللي بتحطوا لي إياها. نتشكركم كتير كتير، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا مني، وما ظني غير نقولكم يعطيكم الصحة، ونتلاقى في فيديو جديد إن شاء الله.